السلام عليكم، ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده الامير. طبعا ماما ادراكها من الامير لما بيلزق في ايدينا بتبقى صراحه حاجه صعبه قوي وبتضايقنا جدا. فطبعا انا بطلعه صراحه بطريقتي، بس انا قلت اشوف، يعني انا جبت من على اليوتيوب كده طريقتين. قلت ممكن يكونوا سهلين بقى، يعني ميه بملح كده، جبنا كوبايه وحطينا فيها ميه بملح وننقعها شويه. أنا على فكره انا قعدت كده 10 دقايق انقعيها. وفركتها كده، ولا حصل اي حاجه، ولا حتى فتفوته طلعت. تاني حاجه زيت الزيتون، جبنا برضو، جبت حبه زيت زيتون كده وحطيتهم على ايدي وعلى صوابعي كده، وفركت بقى مكان بتدعك وافرك كده في الامير. ولا فتفوته طلعت، يعني حتى ما فيش، حتى ادتني مثلا ايه حاجه كده طلعت، حتى لو بسيطه كنت استمر واعملها خالص زي ما احنا شايفين كده. مع ان قعدت على فكره انا صوابعي وجعتني من كتر الفرق. بصوا بقى الطريقه بتاعتي. جيبي طبق كده صغير كده وحطي فيه حبه صابون سائل عادي من اللي احنا بنغسل بيه المواعين، وبالسبونشه كده وادعكي صوابعك. يعني هتدعكيها كده لمده 5 دقايق. طبعا دي السبونشه بتبقى سفين كده طريه، مش ولا هتوجعلك صوابعك ولا اي حاجه خالص. وبصي، واحسن من ده كمان ممكن لو عندك حبه مواعين خش عليهم خلصيهم. وبصي عبال ما بتخلصي المواعين بتاعتك هتلاقي الامير باش ما بقاش في حاجه خالص في صوابعك خالص. الطريقه دي بقى دي سهله جدا ولا هتضرك في اي حاجه. وفي حاجه كمان، لو انت عندك الحجر الطبي اللي احنا بنجيبه من الصيدليه، اللي عامل زي الصنفره، مش الحجر الطبي اللي احنا بنجيبه من العطار، هتعمليه بنفس الطريقه دي برضو بميه بصابون، هيطلع معاكي بكل سهوله واسرع من كمان من الليفه. بكل سهوله يطلع معاكي بسرعه جدا. انا عاوزه طبعا شفته كذا مره، بشوفه احنا كل ما ندعك كل شويه كده، كل ما ندعك كده دقيقه ولا حاجه كده او اقل من دقيقه كمان، هتلاقوا فيه ايه، في نتيجه، في امير بيطلع. بصوا الامير، شوفوا صباعي ده كان كله ما كانش صباعي باين اصلا من الامير. بصوا طلع كتير قوي ازاي. بصوا انا شطفت لكم كده عشان اوريكم الكميه اللي طلعت قد ايه. طبعا في حاجات بسيطه جدا، عاوزه اقول لكم يعني كده بعد دقيقه من الفرق، وهنا بصوا طلع كله. يعني هنا مفيش يعني حاجات لا تذكر اللي موجوده هنا. صباعي ده كان مليان، طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو. بصوا صوابعي ما بقتش فيها خالص. انا هشطف لكم ايديا بقى تشوف اهو، بصوا زي الفل، ولا ميه بملح ولا. على فكره انا جربت كمان ميه بملح في ميه سخنه تاني، ولا عمل اي نتيجه. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامه.